أكرر استنكاري لما يجري في البحرين وليبيا واليمن الآن من القمع، وأريد أن بعد أن استمعت إلى آراء السادة النواب والسيدات أريد أن أقدم بعض المقترحات العملية التي يمكن تنفيذها بسهولة. أولا، أقترح أن تخصص الحكومة العراقية من الاحتياطي مبلغ 5 ملايين دولار لإغاثة شعب البحرين، وهذا ممكن. ثانيا، أطلب من الحكومة العراقية أن تدعو إلى اجتماع وزراء خارجية الدول المحيطة بالمنطقة هنا لبحث مشكلة البحرين وكيفية التعامل معها، لأن ذلك يهدد السلم والأمن في المنطقة. وثالثا، أطالب الحكومة العراقية بالتوجه إلى مجلس الأمن والدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث التوتر والجرائم التي تجري في البحرين الآن، ليتخذ المجلس الأمن قرارا بشأنها، لأن هذا الأمر يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن، لأنه أيضا يهدد الأمن والسلم في المنطقة. وقد تم ذلك في السابق في سنة 1991 عندما هاجرت ملايين من أبناء الشعب الكردستاني في العراق إلى إيران وتركيا، وتبنى مجلس الأمن قرار 688 في شهر نيسان، والذي دعا الحكومة العراقية إلى وقف اضطهاد الشعب العراقي، وهذا كان له دور كبير في عملية مجابهة نظام صدام. وأخيرا، بما أن العراق هو الآن رئيس دورة الجامعة العربية، أطلب من الحكومة العراقية أن تدعو اجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث ما يجري في البحرين من جرائم. والسلام عليكم.